هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني. النهارده سفرتنا حاجه كده سايحه ونايحه على راي الشيف هلا نوره حبيبتي. سفرتنا النهارده حلوه قوي قوي. هنعمل النهارده بيكاتا بالمشروم مع بطاطس بيوريه بالجبنه الموتزاريلا وشويه خضار سوتيه ورز ابيض. من كتر حلاوه الاكل بصراحه ما كنتش قادره اسيب الطبق. اول حاجه عندنا واهم حاجه نقول بسم الله ونبدا. عندي هنا كيلو من اللحمة البتلو الصغيرة متقطعة بيكاتا شرايح كده زي ما انتوا شايفين. القطعية دي انا جايباها من وش الفخدة. تمام. احسن حاجة للبيكاتا انك تقطعيها يا اما زي البوفتيك يا اما زي قطع الشاورما كده، ما تبقاش رفيعة قوي ولا تخينة قوي. طبعا هنا عندي لون اللحمة فاتح لان دي لحمة بتلو، لكن طبعا لو لحمة كندوز او اي لحمة بقري عادي يعني مش هتقول لا، بس انا اخترتها بتلو عشان خاطر تستوي بسرعة. ومعايا بصل وتوم، ونروح كده على ووك ننزل بحتة سمنة بلدي او حتة زبدة تسيح كويس كده وتبقى الووك سخنة، وابدأ انزل بقطع اللحمة واحدة ورا التانية عشان تاخد صدمة والمسام بتاعتها كلها تتقفل وما تفقدش مية كتير، تفضل كده معايا اللحمة جوسي. بالراحة كده شوية شوية تنزلي اللحمة بتاعتك، وهنشوف التوابل والبهارات اللي هننزل فيها بعد كده ايه. طبعا البيكاتا من الاطباق المشهورة جدا جدا وبنجيبها بره بتبقى اسعارها غالية قوي، فمفيش مشكلة ابدا ان احنا نقدر نعمل الطلبات اللي بنطلبها بره في البيت. هتبقى احلى وهتبقى اوفر وهتبقى القيمة الغذائية بتاعتها انتي عارفة بتحطي ايه لولادك ومستخدمة ايه بالظبط. فنحاول نتعلم كل حاجة ونجرب في البيت. اكيد اكيد يعني عمرها ما هتبقى وحشة وهتفيدنا وهيبقى حاجة جديدة جربناها لولادنا. هنا نزلنا بشوية ملح على اللحمة بتاعتي، هنزل برشة فلفل اسود. خدوا بالكم البيكاتا من اهم توابلها الفلفل الاسود. اقلبهم كده مع بعض، ورشة صغيرة هي المطحون انا بحب احطه عشان بيدي طعم ونكهة. طبعا لو مش عايزة ممكن ما تحطيش، ممكن تحطي جوز الطيب زي ما انتي نفسك. هنا هقطع البصل، هقطع هنا البصل كاريه صغير. خدوا بالكم انتوا بتقطعوا لان السكينة بتبقى قوية جدا وممكن تتعوروا زي ما انا اتعورت كده، بس يعني عادي ده حال الامهات. الكلام للبنات الصغيرين اللي بيتعلموا شوية شوية، ما تستعجلوش وانتوا بتعملوا الاكل بتاعكم. اهم حاجة ان احنا ندخل المطبخ بالسلامة ونخرج برضو بالسلامة، وانا عارفة ان انتوا كلكم شاطرين ويمكن اشطر مني كمان. هنا صورت لكم البصل بزاوية مختلفة عشان تعرفوا حجم التقطيع قد ايه. طبعا كل ما بيبقى التقطيع اصغر بتبقى احلى يعني، بس انا بحب استمتع زي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهات مختلفة ان يبقى الخضار بتاعي كده كرانشي في الاكل، بيدي طعم وقيمة غذائية بتفضل متحافظة عليه. قطعنا البصلتين وهنفرم كمان راس الثوم وهنشوف هنستخدمها في ايه. هنا خلاص اللحمة بتاعتي استوت وشربت المية بتاعتها. هشيلها من الوok بتاعتي، وفي نفس الوok مش هجيب وok جديدة ولا حاجة وانا قصدي اعمل كده، هنزل بباقي المكونات. شايفين هنا الصوص اللي نازل من اللحمة انا قصدي اسيبه. نزلت هنا بحتة زبدة تاني او سمنة بلدي او سمنة او شوية زيت زي ما تحبي، اللي متاح عندك استخدميه، ما تخليش حاجة توقفك. وهنزل هنا تقريبا بنص كوباية دقيق، يعني نقول مثلا 4 معالق يعني من بتوع الاكل العاديين. هبدأ كده اقلب فيهم في الزبدة اللي عندي. شايفين اللون؟ لون الدقيق على طول اخد كل الحاجات اللي لسه باقية من اللحمة والتحمير بتاعها في الوok، وبدأ لون الدقيق يبقى بيج. هنزل هنا بشوية زيت عشان بس افك الدقيق ما يبقاش فيه تكتلات. انا هنا مش بعمل بشاميل، انا هنا عايزة اعمل صوص كريمة يشبه صوص الجريفي شوية علشان خاطر البيكاتا تنزل فيه بعد كده مع المشروم اللي انا هحطه. طبعا احسن حاجة تستخدميها مع البيكاتا المشروم الفريش، واحسن نوع هيبقى البورتوبيلو اللي هو لونه بني، بيليق جدا جدا مع الاكلة دي. لو ما عندكيش بورتوبيلو مشروم ممكن تجيب المشروم الابيض العادي مش هيقول لا. انا النهاردة ما كانش عندي لا بورتوبيلو ولا المشروم العادي الابيض، انا ما لقيتش عندي غير مشروم معلب. طبعا هو مش احسن حاجة في الاكل بس ده اللي متاح عندي، وانا زي ما قلت لكم بحاول على قد ما اقدر اخلي وصفات المطبخ سريعه وسهله ومفيش حاجه توقفنا. هنا انا جمعت ما بين نوعين مشروم متقطع سلايسز والنوع التاني كان صحيح كده.
انا بحب المشروم يكون صحيح على بعضه جدا، بحس ان طعمه اقوى وبيبقى طعمه باين قوي في الاكل. هشوح هنا المشروم مع الدقيق. هنا بقى انا عملت غلطة كبيرة جدا، انا مش عارفة نسيتها ازاي بس اتصرفت. ودي شطارة كل ست فينا، لما تغلط غلطة في الاكلة ما تبوظهاش وتقف وتقول انا هعمل ايه، تحاول تلاقي بديل. انا هنا كنت مقطعة معاكم بصل وتوم، المفروض كنت انزل عليه مع الدقيق والمشروم واشوحهم قبل ما انزل باللبن او بالمرقة اللي انا هعمل بيها الصوص، او حتى بالمية اللي انت عايزة تعمليه بطريقتك. طبعا هنا انا نسيت خالص، فهشوفوا هحلها ازاي. انا هنا ضفت الحليب وهبدأ اقلب عشان الدقيق بتاعي ما يبقاش فيه تكتلات، بالسباتولا او بالويسك، شوفي انتي اللي متاح عندك ايه. اهم حاجة يبقى الصوص بتاعي ما يكونش فيه تكتلات. وحتى لو انت لقيتي الموضوع بتاع معاكي الصوص بقى تقيل، عادي جدا شوية مية سخنين وزودي عليه هتلاقيه فك معاكي وبقى بالقوام اللي انت عايزاه. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين اللون لسه فاتح، وانا ما حطيتش البصل والثوم، جريت بسرعه جبت وك تانية نزلت فيها بحته زبده صغيره، ورحت نازله بكميه البصل اللي عندي علشان اكرمله على قد ما اقدر، واقوم نازله بتقريبا 4 فصوص من الثوم. ايوه الثوم مع البصل بيدي طعم حلو جدا 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 لصوص البيكاتا. طيب هنا خلاص احنا شوحناه وشايفين لونه بقى حلو ازاي، لا هو ني ولا هو متحمر مقلي، لا انا عايزاه يكون يعني في دبلان كده، بدأ يبقى لونه شفاف. طبعا لو عندك بصل ابيض حطي، انا هنا مستخدمه بصل احمر، انا بحبه في الاكل قوي اكتر من البصل الابيض. البصل الابيض مش وحش بس ليه استخداماته يعني في اكلات تانية. شوفوا هنا اللون المشروم عندي، نزلت بمكعبين مرق لحمه، قصدي عفوا لون الصوص. هنزل بقى دلوقتي بالثوم مع البصل، هنبدأ نلاقي ان لون الصوص بدأ يتقل اكتر ويغمق. طيب احنا يا مرمر في المطاعم بره بنلاقي صوص البيكاتا بني براون، انت هنا عندك الصوص فاتح ليه؟ ايوه هقول لكم ليه. اولا صوص البيكاتا بيستخدموا فيه حاجة اسمها صوص المحار، وبيستخدموا كمان حاجة اسمها الورشستر صوص. النوعين دول حلوين جدا جدا في الاكل، مش هقول لكم لا، وبيدوا اضافه وبيدوا طعم، ممكن كمان تحطوا معلقه مستردة، بس هم سعرهم غالي حبتين، وانا ما كانوش عندي اصلا متاحين في البيت، وما حبيتش احطهم لان مش كل الناس اللي بتتفرج عليا تقدر يكون متاح عندها او تعرفوا او يجيبوه، فاحنا ندبر امورنا باللي موجود ومتاح عندنا. والله اللي عندها الورشستر صوص او صوص المحار حلو جدا، تحط معلقه من ده ومعلقه من ده هيبقى حاجه هايله، وهيدي طعم وهيدي لون للصوص احلى واحلى. انا ما كانش عندي، استكفيت بس ان انا حطيت زي ما معلماكم النينجا بتاعتي علبه كريمه خفق، انا بحبها جدا جدا. لو ما عندكيش حطي حته قشطه، حطي شويه كريمه لباني، حطي كريمه طهي، يعني اعملي اللي انت عايزاه، ممكن ما تحطيش خالص هيبقى برضه طعم الصوص حلو جدا. ودلوقتي رشه جوز الطيب كده نزلت بيها مع شويه فلفل اسود تانيين عشان اقوي طعم الفلفل. اتأكدت كده ان قوام الصوص بتاعي تمام زي الفل. لو القوام ده بالنسبه لكم تقيل ممكن تخففوه اكتر بشويه مرقه زي ما قلت لكم، او شويه ميه، او حتى شويه حليب. ودلوقتي هنزل بكميه اللحمه اللي عندي على الصوص، هتوطي بقى النار وتخليها كده تندمج مع الصوص بتاعك على قد ما تقدري. هتاخد بقى من الطعم بتاع البصل والثوم وطعم المشروم، كل ده هيتدخل مع بعض مع تتبيله اللحمه اللي احنا عاملينها. طعم كان حلو قوي. انا هنا لقيته تقيل هخففه شويه وهطفي النار وهخليه على جنب، وابدا اشوف الوصفه اللي بعدها. هنا تمام. ندخل بقى على احلى ماش بوتيتو ممكن تعملوها في الحياه. انا هنا عندي بطاطس على حسب الكميه اللي انت عايزاها، انا تقريبا هنا كان عندي 5 حبات بطاطس قطعتهم مكعبات كده زي ما انتم شايفين، وعندي حليب انا هسخنه مع بصله صغيره هكون منغزه فيها قرنفل، حبوب قرنفل كده، وورقتين لورا، وهحط الحليب ده على النار. هتقولوا لي ليه يا مرمر؟ الحليب ده لما بيطلع طعم القرنفل والبصل واللورا بيدي طعم حلو جدا جدا، لما بسقي بيه البطاطس بيبقى طعمه حلو قوي، بيفرق جدا جدا في الطعم. طيب هنا الحليب معايا سخن، وانا سلقت البطاطس تقريبا اخدت 20 دقيقة مع شوية ملح. هعمل كده تيست للبطاطس، هاخد مكعب واهرسه بالشوكة، لو لقيتيه نزل اتهرس معاكي بسهولة تعرفي ان هي كده بقت تمام. خلاص
نصفيها ونحطها في البايركس اللي عندي، وهبدأ انزل بشوية الحليب شوية شوية، مش هحط الكمية كلها لغاية ما اشوف قوام البطاطس اللي انا عايزاه. انا مش هعملها هنا بالهاند بلندر ولا هعملها بالخلاط او في الكبة، لان هيبقى فيها عرق ومش هتبقى حلوة. هنا نزلت بحتة زبدة وهبدأ اعملها كده بهرسة البطاطس اللي عندي. حلو جدا. زودي الحليب شوية بشوية، ومكعبين جبنة كريمي هتديها طعم حلو قوي قوي قوي. لو مش عندك مش لازم، مش هتقول لا يعني. وتبدأي كده تفركي فيها شوية بشوية. وهنزل هنا برشة كريمة طبخ او كريمة خفق، بتديها بقى دسامة وتبقى منغنغة كده بالكريمة، فعلا بتبقى خطيرة. رشة الملح ورشة الفلفل الاسود، طمنت ان هي بقت كلها كريمي. دلوقتي هنضف البايركس وهنزل على وشها باقي كريمة الطهي اللي عندي او كريمة الخفق، وبقى شوية جبنة موتزاريلا او شوية جبنة تشيدر زي ما انت عايزة، بس انا بحبها قوي بالجبنة الموتزاريلا. وعلى الفرن تحت الشواية، يعني مش هتاخد منك 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير لغاية ما وشها يحمر. وزي ما هتشوفيها هي دلوقتي، شايفة اللون بتاعها حلو ازاي. انا طبخت النهارده مع وصفتي شويه رز ابيض وشويه خضار سوتيه. ما عملتش في الخضار السوتيه اي حاجه غير باقي كميه الثوم اللي عندي مع شويه ملح وفلفل، وسلقتهم على شويه ميه صغيرين. اتبخرت الميه وعملت رز ابيض زي ما انتوا عارفين، وكانت سفره هايله. دلوقتي زي ما انتوا شايفين هنغرف بقى الطبق بتاعنا. حطيت البيكاتا مع شويه الرز الابيض والخضار السوتيه. شايفين الجراتان بتاع البطاطس البيوريه او الماش بوتيتو زي ما بنقول، كانت تحفة، كانت كريمي قوي، الجبنة الموتزاريلا سايحة. والله كانت اكلة حلوة جدا. اتمنى تعجبكم، ويا رب يا رب كده كل اي حد في اي حتة يعم عليه السلام يا رب والامان. اعملوا الحاجة بحب هتوصل لاحبابكم بحب. حبيت كده الطبق دوت يبقى اعمل لنا تغيير في المود زي ما بنقول، حاجة جديدة وجميلة. يا رب تنال اعجابكم. لو بتتفرجوا علينا لغايه دلوقتي يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، ولو بتشوفوني عن طريق الفيسبوك او التيك توك يا ريت نعمل فولو. بحبكم جدا جدا، وباي باي، مع السلامه.